السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله عن صينية الرقاق. هنعمل صينية رقاق زي ما اهالي زي امهاتنا يعني ما بيعملوها زمان. احنا جبنا بقى معانا المكونات: كيلو رقاق، لحمة مفرومة بأي مقدار عندك. يعني في ناس بتحب تزود اللحمة المفرومة، في ناس بتنقصها بأي مقدار يعني. وفلفل اخضر وبصل انا فرماه، وزبده بقى هنحط لها طبعا شويه زيت عشان ما تتحرقش. لو عندك سمنه بلدي حطي على طول، عندك زبده على زيت، سمنه على زيت، اي دهون عندك حطيها. بس هو طبعا بيبقى افضل حاجه ليه السمن البلدي او الزبده البلدي، بتدي له طعم جميل جدا. فدلوقتي هنبتدي يا حبايبي بقى، وهنعمل ايه؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهنبتدي بنعمل اللحمه المفرومه معانا. دلوقتي يا حبايبي بقى احنا بنعمل على البوتاجاز اللحمه المفرومه، هنسويها. هنحط الاول اللحمه كده مع، طبعا حطينا الدهون الاول اللي انت هتستخدمي، اي دهون هتستخدميها حطيها، وبعدين نقلبها شويه كده، نسيبها شويه كده مع الدهون عشان لونها يتغير. دلوقتي اللحمه لونها اتغير اهو. هنحط بقى البصل عليها ونقلب. دلوقتي بقى يا حبايبي يعني انا حطيت البصل على اللحمه المفرومه. انا ما بحطش بقى الملح خالص دلوقتي غير بعد ما بتستوي اللحمه تقريبا يعني. هحط بس ايه شويه فلفل اسود، شويه كزبره ناشفه، وشويه زنجبيل، بس كده. وهنقلبهم. والفلفل الاخضر بقى يعني ايه بعد ما تبقى 3/4 تسويه كده، ونحط لها بق ميه في الاخر يعني عشان نضمن تسويتها. وبعدين بقى ايه كده اللحمه تكون استوت. فانا دلوقتي ايه هسيبها شويه كده، وبعدين احط لها الفلفل الاخضر وبق ميه بعد يعني بعد 10 دقايق كده ان شاء الله. دلوقتي يا حبايبي بقى هنضيف الفلفل الاخضر، وبرده بالكميه اللي انتوا عايزينها. ممكن على فكره تحطوا غزه كمان يعني، اي خضروات حطوها. هنديها بس تقليبه كده مع اللحمه، وبعدين بقى ايه هنحط لها بق ميه عشان انا بحب ان انا يعني اضمن ان اللحمه تكون استوت. بق بسيط قوي يعني كده بس بقه كمان كده لان هي محتاجه. بس هنسيبها بقى على عين هاديه خالص تشرب ميتها كده وتاخد وتدي مع نفسها، ونملحها في الاخر، ونبتدي بقى في عمل صينيه الرقاق ان شاء الله. دلوقتي يا حبايبي احنا خلصنا اللحمه المفرومه والسمنه اهي، سيحناها الزبده مع الزيت. وحضرت بقى السائل اللي انا هبل فيه الرقاق. ده عباره عن ايه؟ عباره عن شوربه على شويه ميه على شويه لبن صغيرين على معلقه سمنه من اللي انا سيحتهم، وشويه ملح طبعا عشان احدقه يعني. ودلوقتي هنبدا في صينيه الرقاق. فانا دلوقتي كده هبدا في صينيه الرقاق، واحط الاول هدهن الصينيه سمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب اول ورقه بقى ان شاء الله كده وهبلها. طبعا انا قسمت صينيه الرقاق هم 14 ورقه، فانا خدت 7 فوق و7 تحت. فهبلها كده يا جماعه، بليها كويس يعني، خليها تطرى كده معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا عشان الصينيه كبيره شويه فانا ايه اخليها كده، والتانية هاخدها من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقعد بقى نعمل كده في الورق. هنخلص ال7 ورقات الاولانيين، وندهن كل ما بين ورقة والتانية سمنة عشان يبقى سمنته كده حلوة وكتيرة. واللي مش عايز بقى يدهن قوي كل واحد براحته يعني. هنعمل كده برضو، هناخدها المرة دي من الناحية التانية عشان تبقى ايه الصينية كلها متساوية مع بعضها. هنخلص بقى يا حبايبي الجزء الاولاني، ونرجع لكم بقى واحنا بنحط اللحمه ان شاء الله في النص. دلوقتي يا حبايبي انا عملت النص الصينيه الاولاني وخدت نص الرقاق فيه، وهنحط بقى اللحمه. هنوزعها بقى على الصينيه كلها كده، ما تخليش يعني فراغات. حط اللحمه كلها كده وبسويها.
يعني بقدر الامكان كده تكون ايه، كل حد هياخد خرطه يلاقي فيها ايه جزء من اللحمه دي. يا حبايبي انا وزعت اللحمه بقى على صينيه الرقاق كلها، وهنبدا بقى تاني نعمل نفس اللي احنا عملناه في النص الاولاني. هنخلص بقى ونرجع لكم بقى ان شاء الله تاني. دلوقتي يا حبايبي انا خلصت صينيه الرواق، السبع طبقات حطيتهم التانيين حطيتهم فوق اللحمه المفرومه، وطبعا بين كل طبقه والتانيه السمنه اللي انت تحبيها يعني. وبعدين حطيت بقى بقيه السمنه على الوش، وقطعتها 3 قطع بالطول و4 قطع بالعرض. دلوقتي ما فاضلش غير ان انا بقى احطها في الفرن. ان شاء الله احطها في الفرن واحمر الوش وارجع لكم بقى تاني تشوفوا شكلها النهائي ان شاء الله. ده يا حبايبي شكل صينية الرقاق بعد ما خلصت. شكلها جميل جدا. حاولوا تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. وما تنسونيش بقى يا حبايبي في شير ولايك واشتراك في القناة، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.